الآن نترككم مع كلمة الترحيب للسفير جمهورية طاجكستان بالقاهرة السعادة السفير أسرة مازني. سعادة السفير ياسر مراد، مساعد وزير الخارجية المحترم، أصحاب السعادة، السيدات والسادة، الحضور الكرام، أحييكم وأرحب بكم في هذا الحفل الذي يقام بمناسبة الذكرى 24 من يوم استقلال جمهورية طاجكستان، وشعبها صاحب الثقافة الأصيلة وصانع تاريخ وحضارة عريقة، شعب أهدى إلى العالم مشاهير العلم والشعر كآدم الشعراء الرداد والحكيم الفردوسي والشيخ الرئيس ابن سينا والعلامة البيروني والإمام الأعظم أبو حنيفة والفلكي الشهير عمر الخيام ولسان الغيب الحافظ وشيخ السعادي ومولانا الرومي وغيره. تنتهج طاجكستان سياسة الانفتاح، تبني علاقات ودية متبادلة مع جميع دول العالم، وتسعى إلى إقامة تعاون إيجابي وحوار حضاري بناء مع عالمها الخارجي. وفي هذا السياق تقوم علاقاتها مع جمهورية مصر العربية، والتي أرسلت قاعدتها صلب الزيارة الرسمية التاريخية التي قام بها إلى مصر فخامة الرئيس إمام علي الرحمن رئيس جمهورية طاجكستان في عام 2007. ومن أهم نتائج هذه الزيارة هو القرار بفتح سفارة طاجكستان بالقاهرة التي باشرت بنشاطها منذ عام 2007 لتصبح جسرا لمزيد من التواصل والتقارب بين الشعبين الصديقين، ولتعزيز علاقات التعاون الثنائية بما فيه الخير والبركة والمصلحة المشتركة. وفي الحقيقة ترجع العلاقات بين الشعبين إلى عمق التاريخ، وفي القرن ال11 الميلادي مثلا زار الرحالة والفيلسوف والشاعر الكبير ناصر خسرو مصر ووجدها في أقصى حالة من الهدوء والرخاء، وانبهر بها ووصف القاهرة المعزية في كتابه الشهير سفرنامة الذي يعد مصدرا أساسيا للحياة الاجتماعية في مصر الفاطمية بأنها مدينة قل نظيرها. الحضور الكرام، مرة أخرى أحيي حضوركم ومشاركتكم لنا أفراحنا وأعيادنا الوطنية. تحيا طاجكستان، تحيا مصر، تحيا الصداقة الطاجكية المصرية.